من زمان ما حكيتلكوش قصه، جالي رساله وقفتني شويه، قلت لا لازم ارجع احكي لكم قصص تاني. يلا بينا. بس قبل ما اقولك ما تنسيش اللايك والشير وشويه الزراير اللي حواليا. بمناسبه الصيف بقى والمصايف وخناقات المصايف، بنوته مخطوبه وعايزه تروح مصيف مع مامتها وخالاتها وولاد خالاتها شباب وبنات، وهيقعدوا في شقه واحده. خطيبها بيغير عليها جدا جدا، قال لها لا ما ينفعش انك تروحي. وعلى الجانب التاني بقى هو كان عمامه ولاد عمامه رايحين مصيف ومرضاش يروح معاهم علشان ما يضايقهاش، وبرده كان هيبقى فيه بنات وولاد. فدلوقتي هي محطوطه في موقف وحش قوي، فخطيبها قال لها لا مش هتروحي، ولو روحتي انا هزعل قوي. هو ملوش حق ان هو يقولك ما تروحيش، وعلى فكره هو عارف وفاهم انه ملوش حق، بس هو عاوز انك تكسبي خاطره وانك ما تروحيش. فانت دلوقتي محطوطه في مأزق، تسمعي كلامه وتراضيه وما تروحيش، ولا تسمعي كلام باباكي ومامتك وتروحي المصيف. دلوقتي هو سبقك بخطوه وعايزك تعملي نفس اللي هو عمله، وهو عمله من غير ما تقولي له ان هو يعمل. فدلوقتي الكرة في ملعبك. انت كده عندك كذا رد. اول رد هتقولي له انت مالكش حكم عليا، انا اللي يحكم عليا بابا وماما. الرد ده بقى هنا هيعمل مشكله، لان هو كسب خاطرك من غير ما يقولك وقعد ما راحش المصيف مع اهله، فده كده رد غلط. الرد التاني محدش قالك ما تروحش مع اهلك تصيف، انت كده برضو غلط، لان هو حاول يرضيكي من غير ما يقولك، فانت كده بتقولي له ما ترضينيش تاني. تالت رد انك تراضيه وتداديه، وده الحل الصح. ده بقى انك تتكلمي معاه بهدوء وواحده واحده، وتبقي مراعيه فيه غيرته، وتحاولوا توصلوا لحل وسط يرضيكي ويرضيه ويطمنه من غير ما تتخانقي ولا تعندي. يبقى كده المصيف مصيف قرف وكله مشاكل، يعني ملوش لازمه. واديله بقى اقتراحات. اول حاجه ان ممكن يجي معاكي، تاني حاجه هفضل معاك على التليفون طول الوقت، الاوضه اللي انا هبقى فيها هتبقى مامتي واخواتي بس، هخلي بالي من تصرفاتي ولبسي، مش هتصور مع حد، واهم حاجه هشوف ايه اللي بيضايقك وهبعد عنه وما اعملوش واخلي بالي منه. واهم حاجه في الاخر انك لازم تعلي ثقتك عنده حتى في عدم وجوده، علشان ده هيزود ثقته فيكي، وحتى لو بيغير قوي هيبقى واثق في ردودك وافعالك. اكتبوا لها بقى في الكومنتات قولوا لها تعمل ايه، وما تنسوش لو عندكم مشكله ابعتوا لي في الرسائل وانا هعرضها على طول.